يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هكون معاكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض شويه حاجات. دلوقتي بقى انا عملت لسليم، كان عايز ياكل عيش بجبنه رومي متسيحه. ده عيش كوماج. كنت جايباه من المخبز، بيتعمل بلبن، يعني هما بيعجنوه بلبن مش بميه. حطيت له فيه جبنه رومي وسخنت الطاسه وحطيته فوقها. بصوا ساحت ازاي، بيبقى طعمه تحفه. بس ده بيبقى عايز جبنه رومي قديمه، مش اي جبنه رومي. بصوا بيبقى حلو جدا، سليم بيحبه قوي. فقلت اعمل له واحد كده عم اعمل اندومي. هنعمل اندومي مع بعض بالخضار. عشان يبقى صحي اكتر. هو كده كده اصلا الاندومي مضر، فاحنا بنحاول نخليه يكون هيلثي شويه. انا بحب الطريقه دي قوي، بيبقى طعمه حلو احسن من الشوربه. بقطع فلفل وطماطم وبسبكهم في بعض. انا قطعت كمان حته فلفل حامي اللي هو الطويل الاخضر ده. وقطعت طماطم واحط عليها شويه ميه صغيرين وشويه ملح، واسيبها بقى ايه اللي هما يتسبكوا في بعض، بحيث ان هي تبقى عامله زي الصلصه. بتبقى هي لسه قطع صغيره بس تبقى عامله زي الصلصه. وحطيت بقى ملح وفلفل اسود وتوابل لحمه. انا عملت اندومي باللحمه واندومي بالفراخ، فراخ بالكاري. فهو هنا خلاص حطيت شويه ميه اهو وهسيبه بقى يتسبك. قربت الطماطم تدبل. هجيب بقى الاندومي وهفرغ التوابل بتاعته واقلبها في بعضها. عملت كيس اندومي باللحمه. انا كنت هعمل واحد بس، فلقيته مش عارفه اتسخط ولا صغر ولا ايه اللي حصل له. فقلت لا، هعمل التاني كمان. بحط بقى الاندومي بكسره اتنين بس كده، بيبقى طويل يعني مش بحب اكسره. لما بنعمله بشوربه بنكسره الحتت الصغننه الفتافيت دي. وحطيت بقى شويه ميه وهغطي عليه الميه دي عشان هو يستوي فيها. جبت بقى كمان كيس بالفراخ. لقيت فيه الصوص اللي هو بتاع الكاري ده. نزلته برضو ونزلت التوابل فوقه وهقلبه بقى، اطلع الخضار فوقه كده. واحط له شويه ميه برضو عشان يستوي فيها، واغطي عليه بقى واسيبه ايه يستوي كده مع نفسه، واغطي عليه خالص. ما بياخدش 10 دقايق كله على بعضه. تعالوا بقى هنا على ما الاندومي يستوي هنقطع مع بعض كانتالوب. اقطعه بقى وانضف الحاجات اللي تبقى جواه دي، واقطعه قطع صغيره ناكله بالشوكه. كنت وقتها انا وسليم واحمد كلنا الاندومي وكلنا كانتالوب. انا بعمل الاندومي بالطريقه دي على طول. بيبقى طعمه تحفه. يعني هو تغيير عن الشوربه وكده. بصراحه انا اللي مفتكسه الطريقه دي، يعني محدش قال لي عليها وما شفتش حد بيعملها. بعملها برضو اوقات لما بيكون في مكرونه مثلا في التلاجة، مكرونه عاديه مطبوخه بايته. فبدل ما اسخنها او اعمل لها صلصه بعمل لها الطماطم والفلفل كده، بسيبهم يتسبكوا مع بعض وبنزل عليها بالمكرونه وشويه بقى توابل واغطي عليها، بتبقى حلوه قوي. جربوها وهتدعولي. هنا بقى لقيت الكيس اللي هو بتاع اللحمه خلاص قرب يستوي والتاني لسه متفككش، فحطيت له شويه ميه صغيرين وهغطي عليه تاني واسيبه شويه. كان خلاص بقى هنا استوى. نزله بقى في البوله دي، وهنزل عليه بالصوص اللي جاي معاه اللي هو صوص الكاري ده. كان طعمها تحفه تحفه. عايزاكم تجربوها، هند صاحبتي هتموت وتاكلها من ايدي. هعملها لك يا قلبي، نتقابل بس كده واعملها لك. حطيت بقى الصوص كده على الوش. كان طعمه حلو قوي 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 قوي. بس كده والف هنا على قلب الله ياكل. هنا بقى كنت الكوتشي بتاعي نقعاه بقى له يومين مكسله ان انا اغسله. سايباه والله بقى لي يومين نقعاه في ميه واوكسي، ومكسله ان انا اغسله مش قادره. فقلت يلا بقى بالمره. مسكته بقى بالفرشه، الفرشه دي انا جايباها للكوتشيات، بغسل بيها الكوتشيات. مسكته بقى اديت له دعكه نضيفه محترمه، خليته زي الفل. الكوتشي بتاع سليم برضو الابيض كان عايز يتغسل، والله ما قدرتش بقى، قلت خلاص وقت تاني بقى. احنا كنا بالليل متاخر، تقريبا كانت الساعه 12 ونص واحدة، ومش متاخر قوي يعني. بس احنا ما كناش بنسهر زي الاول، عشان بقينا بقى بنصحى بدري وكده.
اديت له بقى دعكه محترمه، والفرش بتاعه لقيته خلاص باظ، فقلت لا خلاص بقى انا ما عدتش هحطه. غسلته وشلته كده على جنب، وجبت فرش كان قديم عندي بتاع كوتشي تقريبا تاني او كوتشريه مش عارفه والله، بس انا لقيته عندي، ف غسلته برضو هحطه بقى، احطه في الكوتشي. وخرجته بقى في البلكونه، والشمس جت عليه النهارده وزمانه نشف. خلصت بقى ونضفت الدنيا مكاني وغسلت الفرشه وانتهى. ده بقى كان تاني يوم. ماما كانت عامله سمك، وطبعا كل مره بنعمل فيها سمك لازم يكون في حرب عشان سليم ياكل سمك، وانا مش عايزه استسلم لفكره ان هو مش حابب السمك. يعني السمك مفيد جدا، والجسم بيحتاج السمك، وفي اوميجا 3 والجسم بيحتاجه، فما ينفعش ان انا كل ما نعمل سمك ما ياكلش سمك. فاغريته ان انا هعمل له مكرونه سباكيتي وياكلها مع السمك. انا مش عارفه ازاي اصلا ايه اللي جاب المكرونه للسمك، بس هعمل ايه المهم ان هو ياكل السمك. فسلقت له شويه مكرونه، وكان في الصلصه بتاعه الاسباجيتي اللي انا عاملاها من كام يوم، كانت لسه في التلاجة. وحطيت له بقى الاكل وكده، وقعد كل الاسباجيتي وكل السلطه، وفي الاخر عملنا برضو حرب على السمك. بس انا مش هستسلم، انا وراه لحد ما يحب السمك. اصلا انا السبب، والله العظيم انا السبب في ان هو يكره السمك، لان انا ما بشوفش ما بشوفش السفه الصغير، الشوك الصغير خالص ده اللي هو بيبقى في الظهر، انا ما بشوفوش يعني. انا مش عارفه هو بيشوفه ازاي، بيطلعه لي من بقه، فهو كره اصلا السمك بسببي، فانا هخليه يحبه تاني. مش هستسلم للفكره. والله بقعد افلي في السمكه وابص فيها يمين وشمال، وادور فيها، ببقى ناقص ان انا احطها في بقي اكلها اشوف فيها شوك ولا لا، عشان لو ما فيهاش اديله. مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. انا بطلت اسيب له شوك من زمان، بس هو خلاص خد فكره ان السمك فيه شوك. حطيت له بقى الصلصه، وقلبتها له، وحطيت له الاكل وكده، وقعد كل الف هنا على قلبه. بس هو ده كان يومنا النهارده، فيديو بسيط خفيف كده. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله على خير. هتوحشوني جدا جدا. احلى مكرونه سباجيتي، الاحلى سليم.